أهلا ومرحبا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل اللي أنا لحد دلوقتي مش عارفة له اسم ومش لاقيه له اسم. وقلت لكم يا جماعة ساعدوني إن أنا ألاقي اسم حلو بجد للبرنامج. محدش بيساعدني، اكتبوا لي تحت في الكومنتس. قلت لكم النهاردة في حلقة لونها بيبي بلو and navy blue which is دي ألوان من الفيفوريتس بتاعتي. وش بلين شويه بس عشان انا قلت ان انا نازله كمان شويه، فقلت نعمل ميك اب مع بعض وفي نفس الوقت نكون بنتكلم في الحلقه الجديده عشان ما تكونوش زهقانين ولا كده. ماشي، المهم النهارده الحلقه عنوانها يعني مش مستقر عليه قوي، يعني شويه معلومات مهم تعرفيها في حياتك. عايزه تكوني نسخه تانية منك افضل واحسن وارقى وانضج. المعلومات دي مهمة قوي تعرفيها، مهم جدا 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 تتبعيها كمان. خلونا نبدأ. ان انا في المطلق مش بحط ميك اب، بس ليبستيك، ليب جلوس، مش عارفة ايه، بنعمل شوية بلاش. let's do it دلوقتي. اول حاجة بحبها في نفسي واكتر حاجة بحبها في نفسي وبشوفها في نفسي حقيقي هي اني مش بهتم بآراء كل الناس فيا. وباي ذا واي انت مش لازم تعجبي كل الناس، لان 100% مش كل الناس هتعجبك. يعني عشان نكون ايه صريحين، وعلى فكرة ده fair enough. احنا بني ادمين ومش شبه بعض ومش زي بعض، فما تهتميش قوي انك تاخدي او تحصلي على اعجاب كل الناس، لان عامة رضا الناس غاية لا تدرك مهما عملتي. فخلي اخر همك في الدنيا انك تعجبي الناس او ان كل الناس تعجبك. مش هيحصل اصلا. انا حركتكم تاني معلش، بس الزاويه ما كانتش عجباني والانجل كانت دي كلها جايه فيها الشمس، فمش حابه كده، فحاسه ان كده احسن. بلس ان الجزء ده مش عايزه ابينه. الباندانا المفروض ان انا بلبس تحت السكارف دي باندانا لونها كحلي ومش لاقياها، فلابسه ابيض فمضايقاني مش عايزه اشوفها. فالزاويه التانية كانت مخلياني كل شويه بشوفها، فكده انتوا مش هتشوفوها وانا ان شاء الله مش هشوفها. كنت بقول لك ايه بقى يا ست البنات، ما تهتميش قوي بفكره ان لازم كل الناس تكون متفقه عليكي، لان ده اصلا مش هيحصل. يعني انت مهما اردتي ده. استنوا، المسكره طلعت كتير قوي واحنا مش عايزين الدنيا تبوظ مننا. ده تستحملوني على فكره لحد ان شاء الله وان داي ما اجيب المايك، عشان انا دلوقتي مش عندي مايك، فبليز استحملوني لحد ما اجيب مايك. فاستحملوا صوت الدوشه اللي بره دي. المسكره دي بحبها قوي على فكره، دي بتاعه اسمها سيبال، ال 3 دي بتاعه سيبال. كنت جربتها عند بنت خالتي قبل كده وبصراحه عجبتني قوي. اكيد باين الفرق، انتوا اكيد شايفين الفرق لان هو اصلا يعني واضح للعمى. تاني حاجه عايزه اقولك عليها which is برضو دي حاجه مهمه جدا، مهمه قوي لو انت بجد عايزه تحسي ان انت بتنضجي كده وبداتي تفهمي نفسك والحياه بشكل اعمق شويه. لازم تصدقي نفسك، وقتها الناس هتصدقك، وده بجد لايف تشينجينج حقيقي. انت لما هتصدقي نفسك وهتؤمني في نفسك وفي قدراتك، وهنا keep in mind ان انتي فعلا شاطرة وذكية وتستحقي وجميلة وفيكي كل المميزات اللي بجد انتي عايزة تشتغلي عليها، الناس هتصدقك. وقت ما انتي تصدقي نفسك بس الناس هتصدقك. اوعي الناس تحس ان انتي مهزوزة. هما لو حسوا فيكي ان انتي مهزوزة هيلعبوا على انك مهزوزة، وهيبتدوا يلعبوا معاكي جيمز كتيرة مش حلوة. يعني اي حاجة تقوليها عن نفسك قوليها بجد وانتي مصدقة ان هي حقيقة. يعني مثلا انا بعرف اتعلم بسرعة، صدقي نفسك وانتي بتقولي ان انا بعرف اتعلم بسرعة. لما تقولي نفسك انا ذكية، صدقي ان انتي ذكية. لما تقولي لنفسك مثلا ان محدش هيعرف يضحك عليا، صدقي ده. خلي مخك وانتي بتقولي الكلام مصدقه. let's say مثلا هتقولي ان انا مصدقه ان انا في يوم من الايام هنجح، مصدقه ان انا في يوم من الايام هعمل الماستر اللي انا عايزه اعملها. صدقي من هنا وانتي بتقولي الكلام وريبيتد على طول مع نفسك. مش كل الناس تتكلمي عن احلامك قدامها باي ذا واي. فخلينا نرجع للنقطه دي، ان انتي محتاجه ان انتي وانتي بتقولي الكلام عقلك شغال انه مصدق ده. مش بتقولي الكلام وخلاص، انتي مصدقه وبتورك في نفس الوقت على الحاجه دي. يعني وانتي بتقولي انا هجيب العربيه بتاعت احلامي، انتي اوريدي بتسيف ماني، انتي اوريدي بتشتغلي، انتي اوريدي عماله بتحوشي، مش بتبعزقي فلوسك على كل حاجه. فبتنفذي اللي انتي اوريدي حاطاه في دماغك. وقت ما انتي هتصدقي نفسك وكلامك عن نفسك الناس هيصدقوا، وتراست ذا بروسيس ده هيحصل بجد. وان داي الناس هتصدقك وهتصدق الكلام اللي انتي بتقوليه عن نفسك. بصوا عامه هو ده الشكل اللي انا بحبه جدا في البلاش.
يكون ناتشرال كده، ومش بيتش كولر ومش نود ومش بينك. انا مش عارفه هو ايه، بس هو عجبني. دلوقتي جينا للفقره المحببه لقلبي. ده اعذروني والله، هو من فلورمر وابن ناس، بس هو الغطا بتاعه ضايع، فهنتجاهل ان الغطا بتاعه ضايع. انتوا هتشوفوا دلوقتي لونه عامل ازاي. رقم 3 هي انك ما تنتقديش اي شخص ولا اي تصرف لاي حد، عشان صدقيني بعد شويه وقت مش كتير هتعملي نفس التصرف اللي انت كنتي بتنتقديه. اي نعم طبعا كلنا كبنات مش بنقدر نعملها طول الوقت، بس اغلب الوقت حاولي تسيطري على نفسك، انك ما تهتميش تحكمي على حد. ما تقوليش فلانه قالت وفلان عمل، اكيد ليهم ظروفهم، واكيد الكيس بتاعتهم محدش يعرفها غيرهم، يعني هما بس اللي عارفين الكيس دي، مثلا عملوا كده ليه او قالوا كده ليه. كل واحد حر. ما تنتقديش المشاعر وردود الافعال اللي انت ما عشتيهاش. فمثلا واحده موقفه حياتها على وفاه باباها، مثلا كان باباها قريب جدا منها، فلما توفى بجد حياتها وقفت، او بجد حياتها مش عارفه ترجع تاني زي الاول. ما تنتقديش حاجه انت ما مريتيش بيها، وممكن حتى لو مريتي بيها ممكن ما يبقاش تصرفك نفس الطريقه، وما يبقاش عندك نفس التصرف ونفس الاذى النفسي اللي هي مثلا عايشاه. يا جماعه احنا ما اتخلقناش عشان ننصب للناس محكمه ونحلل تصرفاتهم وردود افعالهم بناء على خبراتنا وبناء على معتقداتنا وقناعاتنا. كل واحد حر، وكده كده كلنا فينا بلاوي، وكلنا عندنا ايشوز في حياتنا، وكلنا مبتلين اساسا. فبجد دع الخلق للخالق، هتلاقي نفسك انت ساتسفايد عن نفسك. وكل واحد حر بقى، كل واحد يعمل اللي هو عايز يعمله، طالما بعيد عنك كل واحد يعمل اللي هو عايزه. انا طبعا مش 100% بعمل ده، بس بقيت اخد بالي كويس قوي اني ما احكمش على حد، ولما دماغي تبتدي تعمل ده ارجع ورا كده، لا انا ماليش دعوه. بصوا ده اول لون هنحطه، بعد كده بقى هنحط اللون التاني. الحاجه اللي بعد كده واللي انا مش عارفه رقمها كام، ان انتي ما تخافيش تتغيري. يعني انا بشوف ناس بجد بيخافوا جدا ان هم يتغيروا، بيخافوا من التغيير. فكره التغيير عامه بتخوفهم وبتقلقهم. احنا بني ادمين وطبيعي عايشين كل يوم نتعلم، نسمع اراء مختلفه، نشوف حاجات مختلفه، نمر بتجارب حياتيه جديده. فطبيعي طول الوقت هتكوني في تغير مستمر. دورك انتي بقى وذكائك هنا ان انتي ما ترفضيش او ما تقاوميش التغيير ده. انتي كده كده هتتغيري. دورك انك تتغيري للنسخه الاحسن منك، مش النسخه الاسوأ منك. ولو خدتي بالك ان انا هنا بقولك عنك بصيغه اني بكلمك انتي، قارني نفسك في التغير بيكي مش بحد تاني. يعني انا بقيت احسن من ما كنت عليه، مش من فلانه. لا، مش التارجت بتاعنا اصلا فلان، التارجت بتاعنا احنا. بقيت في بعض الحاجات احسن من ما كنت عليه قبل كده، بقيت في بعض الحاجات منضبطه اكتر من ما كنت عليه قبل كده. فاهمه قصدي؟ وما تحاربيش التغير ده، سيبي نفسك تتغيري، سيبي نفسك للموجه. بصي بقى، دي تريك خطيره اتعلمتها من واحده صاحبتي، ان انتي تحطي لون از انه بينك كده ومش مبري شويه، معلش كسلت ابريه والله، بس شغال من الجنب ده، تحطيه في الانر بتاع اللبس بحيث يدي شكل ناتشرال. تحفه. ايه الشطاره دي يا امنيه؟ بيرفكت. ما ترفضيش التغيير كمان، لانه بنسبه كبيره اصلا هيكون في صالحك. فاللا اللي انت بتعمليها دي سيبي نفسك خالص، هتلاقي نفسك بتتغيري بوعي للافضل. خلي بس دماغك شغاله على طول، هل هيبقى في مصلحتي قدام ولا لا، هل في مصلحتي وهيخليني اجروث بشكل افضل ولا لا. كل الحاجات دي هي اللي بتفرق في ان التغيير ده يكون في صالحك. ورقم 5، غالبا دي رقم 5، خلي عندك شخصيه. متمشيش ورا التيار، ما تمشيش ورا اراء الناس ومعتقدات الناس والحاجات اللي هم بيؤمنوا بيها. يعني خلي انت عندك رأي. بحب شكلي جدا بالنضارة، وده السبب التاني اللي مخليني مش عايزة اعمل ليزك، عشان كتير منكم بيسألوني السؤال ده، عينيكي شكلها حلو وليه مش لابسة نضارة على طول، مش عارفة ايه كده. انا بحب شكلي بالنضارة، بس رقم 1 انا لسه خايفة من العملية بتاعة الليزك، فما عنديش الشجاعة الكافية ان انا اعمل عملية. المهم كنت بقولك هنا ان يعني خلي عندك شجاعة ان يبقى عندك رأيك وعندك قناعاتك. فطول ما انت مقتنعة بقراراتك وقناعاتك وآرائك ان هي صح وفي مصلحتك، ما تغيرهاش. مش لازم ومش مطلوب منك تمشي ورا الترند عشان تبقي كول وعشان تكوني صح، لا خالص. خليكي عندك آرائك وخليكي عندك قناعاتك، ودي هتفرق جدا. واعتقد اغلب البنات بيواجهوا مشكلة في الحتة دي وقت الجامعة وبعد ما يتخرجوا من الجامعة. الوقت ده اكتر وقت معروف ان الشخص ما بيبقى متذبذب شويه، يعني ان هو مش عارف هو رايح فين وجاي منين، ورايح مع التيار ده شويه ورايح مع التيار ده شويه. فحاولي على قد ما تقدري تكوني
واثقه في قراراتك وقناعاتك وما تغيريهاش. النقطه المهمه والفيصليه بالنسبه لي، صدقي نفسك واحساسك. صدقي احساسك قوي، لان بجد احنا كبنات عندنا دايما حته انه احساسك دايما صح. لما تحسي ان في حاجه مش مريحه، اقفي وشوفي ايه اللي مش مريح، وفي بدماغك ايه اللي هنا مخليكي مش مرتاحه. لما تحسي ان في حاجه غلط، بنسبه كبيره هيكون في حاجه غلط. فتعلمي انك تثقي في احساسك وتاخديه السيلف جايد بتاعك طول عمرك. اعتمدي على احساسك بنسبه كبيره، لانه اصلا هيطلع صح. واوعي تكذبي على نفسك او تبرري تصرفات لحد لمجرد ان انت عايزاه يكون موجود في حياتك. صديقه، حد من معارفك، او حد في علاقه معاه. ما تبرريش التصرفات وتلغي عقلك واحساسك عشان تحتفظي بالناس في حياتك. دايما ما بين وقت والتاني انت محتاجه عقلك يكون شغال اكتر من قلبك ومشاعرك. فصدقي احساسك وفي نفس الوقت قيسي الموضوع بعقل. رقم 7، وده مهم جدا 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 في حياتك بجد، انك ما تمشيش من اي مكان ولا من اي علاقه غير لما تكوني متاكده 100% ان انت عملتي كل اللي عليكي وبذلتي كل الطاقه اللي تقدري تبذليها في المكان ده او في العلاقه دي. بمعنى اصح، هاتي اخرك في الحاجه. يعني شغل مش مريحك ومقرره تمشي، هاتي اخرك فيه قبل ما تمشي. علاقه بتستنزفك ومش قادره تكملي فيها، هاتي اخرك فيها عشان لما تمشي ما تندميش. ويوم ما تمشي وتقرري تمشي، اياكي تبصي وراكي تاني. اللي وراكي ده ولا كأنه موجود. يوم ما تقرري تطلعي من حاجة انت خدتي قرار انك تمشي منها، اياكي تبصي وراكي. اوعي تبصي وراكي واوعي تندمي عليها. عشان كده بقولك اعملي كل اللي تقدري تعمليه فيها. تضحية ضحي طبعا على قد ما تقدري وعلى قد المسموح. وقت وطاقة وجهد ادي. مشاعر وحب ودعم اعملي. كل حاجة تقدري تعمليها في المكان اللي انت فيه في اللحظة دي اعمليها، عشان يوم ما تقرري انك ماشية اوعي ترجعي. ومهما مشاعرك وحنينك وذكرياتك بتحاول تغلبك، اوعي ترجعي. خلي دايما مشيانك عزيز. يوم ما تمشي من حاجة انت مش راجعة فيها، مصدقة ان ده اللي لازم يحصل. شغل مثلا انا استنزفت فيه طاقتي كتير قوي ومش بترقى ومش بتقدر فقررت امشي، ماشية خلاص. والله لو ايه اللي حصل مش راجعة. عندك بلانز قدام، عندك حياتك قدام، عندك وقتك تشتغلي فيه على نفسك، بس اوعي ترجعي. النصيحة اللي كنت اتمنى حد يقولها لي من كام سنة، انك عززي نفسك، قدري نفسك، دلعي نفسك، اعملي كل حاجة لنفسك تتمني من اللي قدامك يعملها لك. هما مش هيعملولك غير اللي بيشوفوكي بتعمليه لنفسك. يعني كل ما شافوكي بتتمادي وبتتفاني عشان تسعدي نفسك هيسعدوكي. كل ما شافوكي بتحترمي نفسك وبتقدري قيمتك ووجودك في اي حاجه هيقدروكي وهيحترموكي زياده. كل حاجه انت عايزاها من الناس قدميها لنفسك الاول. بدي نفسي البريميوم كواليتي دي، لو مش هتعرف تعلي عليها فمش هتديني اقل منها. هو انا باخد البريميوم كواليتي، هو ده اللي انا استحقه. فعلى قد ما تقدري دلعي نفسك ومتعي نفسك وعززي نفسك وهني نفسك وخليكي حاسه ان انت فاليو. وباي ذا واي لازم تكوني بتقدمي فاليو، يعني ما تكدبيش على نفسك. كل اللي انا قصدي عليه في انك تصدقي نفسك، صدقي نفسك وانت بتشتغلي وبتبراكتس ده، لكن ما توهميش نفسك بحاجه انت ما بتعمليهاش وما بتتحركيش عشان تعمليها. فطول ما هما بيشوفوكي بتقدمي حاجات كتيره وقيمه وحلوه لنفسك هيعملوه ده بشكل لا واعي منهم. مش هيدخل في حياتك غير الناس اللي هتقدم نفس الحاجه يمكن اكتر. تاسع نصيحة تقريبا انا اذا ما كنتش غلطانة في العد، فهي انك ما تصدقيش كلام السوشيال ميديا عن الاندبندنت لايف والاندبندنت وومن والاندبندنت مش عارفة مين. ده مش حقيقي. احنا حبيبتي ما اتخلقناش عشان نكون اندبندنت. احنا اتخلقنا في الدنيا دي عشان نأنس ويؤنس بنا. ولا اتخلقنا عشان نبقى وحيدين في حياتنا، ولا اتخلقنا عشان نشيل شيلة مش بتاعتنا، ولا اتخلقنا عشان نتحمل حياة مش شبهنا ومش على قد قدراتنا. اوكي انت بتعملي لنفسك البير مينيمم، بتتحملي مسؤولية نفسك، بتصرفي على نفسك، بتتعلمي مهارات تخليكي تعيشي حياة كويسة. حلو ان انت تكوني بتعملي ده لنفسك، بس اوعي تنسي وتنساقي ورا حتة ان انت independent woman ومش محتاجة حد في حياتك، ولا محتاجة بارتنر، ولا محتاجة صحاب، ولا محتاجة اهل. لا لا لا، مفيش الكلام ده. انت بتعملي لنفسك الحاجات
اللي وجود الناس دي اضافة فيها، لكن عدم وجودهم ما يخلش التوازن بتاعك. فولا يبقى هوسك ان انتي تطلي بالابيض والجواز والعريس الخطير اللي هيجيلك، ولا في نفس الوقت يكون هوسك وانسياقك ورا كلام السوشيال ميديا بتاع انتي اندبندنت وازاي تكوني اندبندنت ومش محتاجه لحد و فولا تصدقي ده ولا تصدقي ده. خليكي في النص، الوسط حلو. ولا يكون هوسك خالص انك تكوني اندبندنت وومن، ولا يكون هوسك الجواز والراجل والعيله وبيت العيله خليكي في النص. حياه الوسط دي حلوه جدا. رقم 10، وده مثلي المفضل: اللي بيتدلع بيدلعوه واللي بيشيل بيشيلوه. نقطة. ده مثلي المفضل في الحياة، قيسيه على كل حاجة: شغل، علاقات، صداقات، مع القرايب، مع كل الناس. ده المثل الوحيد اللي انا مؤمنة فيه 100%. هتتدلعي هيدلعوكي، هتشيلي وانا اقدر واستحمل واعيش وما صديش هيشيلوكي. اذا تتدلعي بتبقي برنسس ويتعمل لك خاطر وحساب والف مين يعمل لك حساب، ولا عايزه ارموا على فلانه ما هي بتشيل بتستحمل وبتسكت وبتعيش؟ شوفي انت عايزه تكوني مين. فدورك هنا انك تعرفي قيمتك كويس وتضحي وتعملي اللي عليكي بس بالمعقول، ولا ان اللي قدامك يستغلك ويستنزفك سواء شغل. وعلى فكره كلامي كمان مهم قوي في الشغل، كل ما كنتي واضح الباوندريز بتاعتك ايه، وانا بقبل بكذا وما بقبلش بكذا وبعمل كذا ودوري كذا ومش دوري كذا، كل ما كنتي عارفه حقوقك وواجباتك كل ما اتشلتي على الراس. وكل ما كنتيش عارفه لا حقوقك ولا واجباتك وماشيه كده ورايحه مع الرايح وجايه مع الجاي، صدقيني كل حاجه في الدنيا هتشيليها فوق دماغك، وهتشيلي حاجات اكبر بكتير من اللي المفروض تشيليها، وهتتحملي مسؤوليات اكتر بكتير من المفروض تتحمليها. خلي العطاء بتاعك بمقدار، فالناس ولا تستنزفك ولا تستعبطك. يوم ما تقدمي حاجة وتدي حاجة من عندك، فضل من عندك، يتشال على الراس ويتعرف قيمته. ما تخليش كل من هب ودب داخل في حياتك يطلب ويتشرط ويتأمر وانت بتعملي. اوعي تعملي كده. خلي دايما عطائك عزيز، عززي الحاجة اللي بتديها وعززي المعروف اللي بتقدميه، ودايما حاولي تدي الناس اللي بجد تستاهل انها تاخد منك، اللي يستاهلوا انك تتعبي عشانهم، اللي يستاهلوا ان تقدمي لهم مش بينكروه. رقم 11 وهي نقطة خلافية شوية: اهلك مش هيكونوا دايما صح ومش هيكونوا دايما غلط. استشيريهم واسمعي ارائهم وركزي فيها بعقلك. حاولي تشوفي كلامهم اكتر بالمنطق مش بمشاعرك، وخدي من كلامهم اللي انتي مقتنعه بيه واللي يتسق مع وجهه نظرك، وما تاخديش من كلامهم اللي هيأثر عليكي بالسلب. بس يعني احيانا خوف اهلك ممكن يكون بيوديكي في حته عكس طبيعتك وعكس اللي تقدري تعمليه، فاسمعي كلامهم بشكل عام كنصيحه. هم 100% بيتكلموا عن خبره، بس حطي دايما اعتبار لحته ان انتي جيلك غير جيلهم وزمنك غير زمنهم، وهم غصب عنهم مش هيكونوا مواكبين 100% من التطور اللي بيحصل دلوقتي. فحاولي دايما تستشيريهم وتسمعي ارائهم، وفي الاخر ولا تكوني ضدهم 100%، ولا في نفس الوقت تخلي كلامهم يتحكم في حياتك وقراراتك بنسبه كبيره. نصيحتي الجوهريه ليكي واللي لما تدركي معنى الكلام فيها هتحسي ان انت اتنقلتي من ليفل نضج هنا مثلا لليفل نضج هنا: ارضي. لان انت مش هتاخدي كل حاجه، ومهما اشتغلتي ومهما عملتي ومهما سعيتي ومهما حاولتي انت مش هتاخدي غير اللي ربنا كاتبهولك ومقسمهولك. في الرضا هتلاقي جزء وجانب تاني من شخصيتك انت ما كنتيش تعرفي عنه حاجه. اسعي وخلي عندك طموح، وخلي عندك شجاعه انك تعملي اللي انت بتطمحي له، وخلي عندك امل، وخلي عندك طولة بال ونفس، وخلي نفسك طويل. بس لما تعملي كل الحاجات دي وما يجيلكيش غير حاجة معينة وانتي عايزة حاجة تانية، ارضي. فكل ما كنتي راضية هتحسي ان حياتك احلى واخف والذ وما فيهاش صراعات كتير. وكل ما كنتي ناقمة كل ما هتحسي ان الحاجات الصغيرة بتكبر في عينك وبتتضاعف قدامك. فخلي دايما عندك قدر من الرضا، عندك سعي، عندك امل، عندك طموح جبار، بس برضو عندك رضا. وده اللي هينقلنا على نقطة رقم 14 او نصيحة رقم 14، هي ان كل واحد فينا بيدفع ضريبة اختياراته.
ايا كان اللي عندك وايا كان اللي خدتيه وايا كان اللي اخترتيه، تاكدي 100% انك هتدفعي ضريبته. عايزه شهره هتدفعي ضريبتها، عايزه تتجوزي واحد ضد رغبه اهلك هتدفعي ضريبه ده، عايزه ما تخلفيش هتدفعي ضريبه ده، عايزه تخلفي 7 عيال هتدفعي ضريبه ده. كل اختياراتنا وكل قراراتنا في حياتنا تاكدي 100% ان هيكون ليها ضريبه. دورك هنا انك تكوني راضيه بالضريبه وعندك وعي انك شايفه الضريبه دي، انا عايزه ده اذا ده ليه ضريبه، انا دوري اني اتحمل الضريبه دي وادفعها، ادفعها من وقتي، ادفعها من مجهودي، ادفعها من طاقتي، ادفعها من صحتي، ادفعها فلوس، ايا كان شكل الضريبه دي هتدفعيها. اخر نصيحه في فيديو النهارده، واتمنى انه ما يكونش طويل بجد، هي انك تستاهلي تحبي نفسك، تستاهلي تتحبي من كل الناس، بس كل الناس هيحبوكي لما انت بجد تكوني بتحبي نفسك. فحاولي تكوني الشخص اللي انت عايزه تكونيه من جواكي، وحبي نفسك وتقبلي نفسك، تقبلي اخطائك، تقبلي وقوعك وسقوطك وفشلك، تقبلي نفسك في كل حاجه، تقبلي واغفري وسامحي نفسك، سامحي نفسك بجد من قلبك، سامحي نفسك على كل الاخطاء، بطلي جلد ذات عمال على بطال. كنت شخص جادجمنتال جدا على نفسي اولا قبل الناس، انا بجادج نفسي بكل الطرق. اتعلمت انه اهدى، مفيش مشكله غلطت، مفيش مشكله اخترت غلط، مفيش مشكله وقعت، مفيش مشكله ما كانش عندي حسن تصرف. حبي نفسك، تقبلي نفسك، اغفري اخطائك لنفسك، ان الله غفور رحيم. احنا بنطلب من ربنا العفو والمغفره، وبنطلب من الناس اللي بنحبها اللي بنغلط في حقها انها تسامحنا. انتي سامحي نفسك. ودلوقتي يكون الفيديو بتاعنا للنهارده خلص. اتمنى ان انتوا تكونوا بجد بتتبسطوا، واكون بجد بفيدكم حتى لو حاجه صغيره، حتى لو شخص او اتنين بجد بيستفيدوا مني، او انا بديهم طاقه حلوه وفايبس تكون لطيفه وايجابيه. اتمنى بجد من قلبي اكون بعمل ده. ولو هتكلم عن نفسي فانا حاسه ان انا بقيت هلاقي نفسي اكتر في اللونج فيديوز، وده اللي كنت قلته لكم المره اللي فاتت، من كتر البراكتس ومن كتر ما هتعملوا حاجات هتلاقوا نفسكم احيانا بره الكومفورت زون بتاعتكم، وكل ما خرجتي من الكومفورت زون بتاعتك كل ما اكتشفتي نفسك اكتر. ف يا رب يكون الفيديو عجبكم بتاع النهارده وما كنتش طولت عليكم قوي، عشان انا مش بحب الفيديوز تكون طويله، بس احيانا بجد ببقى عايزه اقول لكم كل اللي عندي واديكم كل اللي من قلبي بجد عشان تستفيدوا اكتر. فده كان فيديو النهارده، يا رب الفيديو يكون حلو عجبكم، شفتوا نفسكم في كلامي، حسيتوا ان انتوا مش لوحدكم. لو انتوا دايما بتحسوا ان في حاجه من كلامي انتوا بتعيشوها بس بتعيشوها لوحدكم، انتي مش لوحدك، احنا كلنا هنا مع بعض، وبحبكم بجد من قلبي. باي باي.